هلو هلو، عاملين ايه؟ شايفين التحفة دي؟ الجمال ده كله؟ دي صينية لحمة بصوص الطحينة. حاجة كده خطيرة يا جماعة. شايفين شكلها وطعمها وريحتها يجننوا. اقطع لكم حتة كده وهوريكم من جوه شكلها عامل ازاي. تقدميها بقى جنب رز ابيض، جنب رز بشعرية، تنفع جنب مكرونة بيضة. تغمزيها كده برغيف عيش كده محمص، يا سلام. في كل الاحوال تحفة. شايفين شكلها؟ يلا بينا بقى نشوف عملنا ايه مع بعض. انا معايا هنا لحمة مفرومة، اي كمية تحبيها. خلاص هنزل عليها ببصلاية مبشورة وفص توم مفروم او فصين توم مفرومين اهو. والتوابل بتاعتي شوية ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات، واحط شوية بقدونس. هقلب الكلام ده كله كويس جدا. هلبس بس جلافز عشان ادخل كل المكونات في قلب بعض اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص كده المكونات كلها تجانست مع بعض. هجيب بقى عندي البايركس، طاسة، صينية، اي حاجة عندك اعملي فيه. حطيت فيها معلقة زيت واحدة بس عشان اللحمة متلزقش مني. وهنزل بقى بكمية اللحمة وهرصها كده في قلب الصينية بتاعتي، هفردها يعني. وهحاول اطلعها سنتي زيادة على حرف البايركس بتاعي. ليه؟ عشان اللحمة بطبعها بتكش، فلو كشت هتبقى في نص الطاجن كده، هتبقى قليلة جدا. خلاص هعمل بقى نغزات كده عشان صوص الطحينة يبقى ايه، يبقى في كل حتة في اللحمة. خلاص هركنها بقى كده على جنب ونيجي نعمل صوص الطحينة مع بعض. معايا هنا معلقتين طحينة خام، هدوبهم او هفكهم بشوية مية. مية باردة عادي خالص من الحنفية. عادي، ما مش لازم اللي يقولك اعملي بمية سخنة من الكتل. لا لا لا، بصوا اهو مية بيضة اهو. وانا شغالة معاكم موقفتش الفيديو خالص اهي، وبتفك الطحينة وبتبيض كده وبتبقى حلوة جدا اهو. شايفين؟ خلاص بقى ما يكونش فيها كلاكيع ولا اي حاجة اهي، ما شاء الله في ثواني. خلاص في المرحلة دي بقى هنزل بكوباية زبادي. زبادي بلدي بقى، دانون، جهينة، اللي يعجبك. هقلبهم كويس جدا، هحط عليها رشة ملح وشوية فلفل اسمر. هقلبها برضو تقليبة كويسة. وهنزل بقى عليهم باللحمة اهو. شايفين؟ هقلبها بس تقليب كويس جدا عشان اتأكد ان الزبادي دايب خالص. بس هرشها بقى كده على وش اللحمة. وهفردها بقى كده على اللحمة كلها عشان ما تبقاش في حتة وحتة اهو. خلاص كده هنزل بقى على الطحينة كده بشوية بابريكا كده من فوق، يدوها شكل كده وريحة، ويبقى طعم حلو برضو جدا. وشوية كاري صغيرين. بس خلاص كده هاخدها بقى. انا هحطها على البوتاجاز من فوق على نار هادية خالص. خلاص حابة تحطيها في الفرن حطيها في الفرن. ده شكلها بقى وهي بتستوي، متاخدش 10 دقايق، في ثواني. دخلتها بقى تحت الشواية، ده شكلها. هنقلها بقى معاكم في طبق التقديم. وشكلها وجمالها وحلاوتها تحفة. جربوا الفيديو ده ولايك وشير. باي باي.